أنا غامض لدرجة لا أعرف فيها نفسي. أصيب ضحاياي من دون تردد. لا أعرف وجهتي. كل ما أعرفه عني أنني أقتل من يستعملني. أنا سلاح دخاني. أنا سلاح SBC 16. يعتبر SBC من أقدم الأسلحة في ترسانة فن القتل المعروف. تبع قضاء. فالSBC هو سلاح مغربي مخضرم. أدوات بدائية قديمة هي التي تستعمل في صنع أكثر الأسلحة فتكا على وجه الأرض. تبدأ أولى مراحل التصنيع من مادة خام، وهي عبارة عن مزلاط خشبي يؤخذ من أشجار مميزة، ويدخل الزيتون ضمن قائمتها. يقشر المزلاط جيدا ثم يكوى بنار مهيلة حتى يسوى وجاجه. يقطع إلى أجزاء لتظهر بعد ذلك مهارة المعلم بوضع ثقب في مركز العود. ثم يبدأ بعملية تسمى بين السبابس بالشكرنيفة، وهي إفراغ العود من محتواه بواسطة أداة تسمى بالنخار، ليأتي بعد ذلك دور الرأس حامل الذخيرة، وهو ما يعرف بالشقف. ينحت مكان التثبيت ثم يلصق بعناية فائقة، لأن الرأس لا يتحمل الصداع، فهو قطعة طينية محضة. وهكذا يكون قد تم تصنيع هذا السلاح البسيط والخطير في الآن ذاته. أشكال وأحجام SBC كثيرة ومتنوعة، فمهما كان تصميمها غريبا أو اسمها شاعريا إلا أنها تستطيع القتل. الصنف الأول خفيف وتصر مثل جوش المناشر، ويحب الاختباء بين التقاشر. إنه سلاح SBC 16 امتياز الذي يمكن تفكيكه إلى قطعتين. تسمى القطعة الأولى بالنافخ، أما القطعة الثانية فهي كاتم الصوت، وهي الجزء الذي يركب عليه الشقف. الصنف الثاني سريع وقوي كأنه جني، بالشقف والمطوي مستقيم وسوي. هي كلمات شاعرية يتغنى بها السبساب عند عملية الصنع، ويعرف هذا النوع على أنه قطعة واحدة لا يمكن تفكيكها، تخزن في قب الجلباب أو في شاكلة الإنسان. ولنا الشرف أنه أول سلاح تم استيراده من طرف الغرب سنة 1929، فعدلوا فيه بعد ذلك ليصبح البيبة الغربية. وما يؤكد هذه الرواية هو ظهور الشخصية الكرتونية المعروفة بوجمع بوباي في نفس ذلك التاريخ، وهو يزين فمه بذلك السبسي المغربي الهجين. وما يزيد الطين بلة هو اسم زوجته الذي اقتبس من اسم لنوع من الأشجار ذكرناه آنفا يستعمل في تصنيع الSBC. أما إن سألتني على المطوي فسأقول لك أنه حافظة جلدية صغيرة يتم فيها تخزين الذخيرة، والذخيرة هي مادة كيماوية خطيرة لم نستطع الاقتراب منها، وهذه فرصة نستغلها لننصح المشاهد بأن لا يشوف جهتها لأنها تجبد الصداع. تتكون الذخيرة من نثارات القنب الهندي وأحادي طباكسيوم، وسمى هذا الخليط بالتدريحة. يعتبر طباكسيوم عنصرا مهما في الخليط، فمن دونه تعتبر التوليفة مسوسة. مليمترات خشبية قليلة هي التي تحول بين حياة أو موت الممارس.
تكمن خطورة التدريحة، أنها تهاجم مباشرة الحويصلات الهوائية لرئة الإنسان. لذلك يحتل الاس بي سي المرتبة الثالثة في ترسانة فن القتل المعروف تبوقضو. بإمكاني قتل العشرات من بني البشر، عدد أمثالي في العالم غير محصى، كل شيء يتغير وأنا باق. أنا مخلوق مغربي عجيب، احذروني، أنا سلاح الاس بي سي 16.